ازاي تتصدر نتائج البحث على اليوتيوب؟ قبل ما نعرف ازاي تتصدر لازم تعرف انت ليه اصلا تهتم بانك تتصدر نتائج البحث. لما بتتصدر نتائج البحث تظهر لناس اكتر، عدد مشاهدين بيزيد وارباحك هتزيد لو انت مفعل الربح. علشان تتصدر نتائج البحث لازم تهتم بالسيو. تهتم بيه ازاي؟ اول حاجه لازم تهتم بيها وهي العنوان والصوره المصغره. الصوره المصغره لازم تكون كليك بيت وبتعبر عن المحتوى علشان الناس تدوس عليها وتعلي نسبه السي تي ار. والعنوان برضو لازم يكون فيه كلمات مفتاحيه تخص الموضوع والناس بتبحث عنها وباستخدام الكلمات اللي انت حاططها في العنوان دي. وبرضه لازم يكون في كليك بيت في العنوان، وما تخليش العنوان عدد الحروف اللي فيه يزيد عن 66 علشان يظهر على كل الاجهزه والناس تعرف تقرا العنوان بشكل كامل. والعامل اللي بعد كده وهو وصف الفيديو، لازم تكتب وصف منظم في الكلمات المفتاحيه. حاول تجمع اكبر عدد ممكن من الكلمات المفتاحيه اللي بتخص الموضوع بتاع الفيديو واكتبها في صوره مقال في الوصف بتاع الفيديو. يعني ما تكتبش الكلمات ورا بعضيها علشان اليوتيوب ما يشوفش ان ده سبام ويوقف اقتراح الفيديو. ولازم برضو تهتم بالهاشتاجات وترشح للناس فيديوهات تانية برضو في الوصف علشان يشوفوها بعد الفيديو اللي هم بيشوفوه دلوقتي. الافضل يكون فيه تسلسل ما بين الحلقات، كل الحلقات في نظام سلسله، الواحد يشوف الفيديو ده بعد كده يروح الفيديو اللي بعده علشان تزود الواتش تايم والفيديو بتاعك يتم اقتراحه بشكل اكبر وللناس اكتر. وتهتم برضو بحاجه اسمها صندوق التاجز، ده بيبقى في اي فيديو لازم تحط كلمات مفتاحيه تخص الموضوع ده في الصندوق ده. فتجيب الكلمات دي منين؟ بكل سهوله وبساطه هتروح لموقع رابط تاجز دوت اي او، هتلاقي الرابط بتاعه في صندوق الوصف، تبدا تكتب الكلمه الرئيسيه بتاعت الموضوع اللي انت بتتكلم عنه، هيقترح لك كل الكلمات المفتاحيه تبدا تنسخها وتحطها في صندوق التاجز. وحاول تهتم بمده المشاهده. طب هتزود مده المشاهد ازاي للفيديو؟ بانك تديله هوك قوي في بدايه الفيديو، اول 3 ثواني اهتم بيهم. وبرضه اهتم بالمونتاج بتاع الفيديو، حاول تخلي المشاهد ما يملش، سواء بقى تعمل له بيرول، زوم ان زوم اوت، تحط له مؤثرات، افكتات، نص على الشاشه. اول ما بيظهر نص على الشاشه المشاهد بيقراه، اي حد بيشوف اي نص على الشاشه بيبدا يقراه حتى لو الكلام ده انت بتقوله هيبدا يقرا. فحاول ما تخلوش يمل، واعمل له كل كام ثانيه كده حط له حاجه علشان تلفت انتباهه وتزود مده المشاهده. ومن اهم عوامل السيو علشان القناه بتاعتك تزيد المشاهدات بتاعتها وتتصدر نتائج البحث انك تتكلم في تخصص واحد. ما تتكلمش مره عن حاجه ومره عن موضوع مختلف تاني. يعني مش مرة عن الأخبار، مرة عن طبخ، مرة عن جيمنج. كده أنت بتشتت خوارزميات اليوتيوب، والقناة بتاعتك هيتم اقتراحها لناس مش مهتمين بالمجال بتاعك، وبالتالي محدش هيدوس على الفيديوهات بتاعتك ومشاهداتك هتقل والاقتراحات هتموت. بس كده دي كانت الطريقة اللي تصدر بيها نتائج البحث. طبعا ده الكلام النظري، في حلقات هتبقى عملية. في الحلقات الجاية هنعمل لكم يعني تطبيق عملي الكلام ده. فتأكد إنك تكون مشترك في القناة علشان يوصلك إشعار بالفيديوهات لما تنزل.